مرحبا دكتور سيد العفاني. يا مولانا سلامي لمشايخنا وسادتنا الافاضل. امين. اللي موجودين معاك فردا فردا. ربنا يكرمك. يقول الشاعر: وانذرتهم امري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح الا ضحى الغد. انا جات لي معلومات مؤكده بلغتها لاخواني في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح وللدعوه السلفيه، وحبيت ابلغها للدكتور حازم، واتصلت بمندوب في الرئاسه مسؤول في الرئاسه يبلغها للدكتور مرسي. حذاري غدا، حذاري غدا. ايه المعلومات؟ الوطني اللي هم مباحث امن الدوله سابقا نظموا صفوفهم واتصلوا بمجموعه، بلغوا مجموعه النهارده في الفيوم، وانا اقسم بالله عز وجل على ذلك يقولوا ساعه الصفر غدا. واتصل بي اخ شيخ فاضل كبير على صله بالمخابرات الحربيه، قالوا ايام مرسي معدوده، قالوا ايام مرسي معدوده. قطرات الدم اللي سالت من الاخوه الشهداء لا يبكي لها كل الليبراليين المارقين، كل الليبراليين اللي بيقولوا كلام كفر والسخريه من الله تبارك وتعالى، اللي كانوا بيقولوا لمن الملك اليوم للشعب الواحد القهار، ان الحكم الا للشعب. الكلام ده رده وخروج من دين الله عز وجل والسخريه بايات الله عز وجل. يا دكتور مرسي انت طيب، خلي بالك من الامن الوطني غدا، ساعه الصفر عندهم غدا. يا دكتور مرسي انتم معينين ابراهيم المصري اللي كان شيطان من شياطين وزاره الامن، مبعث امن الدوله، معينين كرسي ليكم في طرابلس. والثاني حاتم كتاب اللي كان ورا الحراق بعض الاخت وتعذيب الاخت اللي اسمت من المنيا، حاطينه مدير اعداد القاده، مدير اعداد القاده في الشرطه. حاسبوا يا جماعه، اتقوا الله عز وجل. كل من يناصر الشرع، كل من يناصر الشرع، الاحزاب الاسلاميه والقوى الاسلاميه لازم تنزل في الميادين. اتقوا الله عز وجل، البلد ممكن تبيع بكره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. شكرا دكتور سيد.